السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتتبعين، عائلتي الكريمة، جبت لكم قصة جديدة كنتمنى تعجبكم. أنا نوال من عائلة محافظة وعلى قد الحال. تعرفت على شاب ميسور اللي تقدم ليا، والحمد لله تزوجنا وعندنا 2 وليدات وعايشين في سعادة ومفاهمين بزاف. حتى واحد النهار اللي تحولات الخدمة ديال راجلي لمدينة أخرى اللي ما كنعرف فيها حتى واحد، بحكم العائلة ديالي كلهم بعاد. كانت واحد الشارة ساكنة حدايا، ديما كتقول لي السلام السلام. المهم شوية بشوية حتى ولينا تعرفنا، ولات السيدة كتجي عندي للدار كتزورني وانا كذلك، وكنا الصراحة الله مفاهمين بزاف. شوية بشوية حتى بدات العلاقة ديالنا كتكبر، يعني ولينا صحابات ديال بصح. وليت كنثيق فيها بحكم ان ديك السيدة على قد الحال. كنت اي حاجه طلبتها مني كنعطيها ليها، وكتقول لي سعداتك براجلك، موفر لك داكشي اللي بغيتي. وليداتك كيقراو في احسن المدارس، وانا وليداتي غير في العمومي. كل مره كتبقى تلوح ليا هضره في شكل، انا بحكم الثقه اللي دايره فيها عمري ما حسيت انها كتغير مني. بالعكس، كنت كنحاول ما نبينش ليها وندير وليداتها بحال وليداتي. كنشري مثلا لوليداتي اللعاب، خصني نشري لوليداتها وكذلك. اي حاجه ناخدها لوليداتي، كان انا وليداتها بطبيعه الحال كنتفكرهم بحكم الوليدات كلهم صحاب وكلهم يعني قراب لبعضياتهم في السن. المهم ديك السيده كل مره كتجي عندي، المهم كتقول لي يلا نخرجوا نمشيو للسوق مثلا، كنمشي معاها، ما كنقولش لها لا. المهم شويه بشويه السيده كتجي عندي للدار، وكتعرف خصوصا ملي كيكون راجلي في الدار، يعني كتعرف التوقيت ديالو، كتجي كتبقى شاداني بالهضره. راجلي بطبيعه الحال بدا كيتبرزط علاش كنخرج وكنتعطل، ما بقيت اعطيه الوقت. شويه بشويه كيزيدوا المشاكل بيناتنا. خصوصا واحد النهار جات وراجلي عارفه في الدار، كان في بيت نعاس، وبقات كتهضر بصوت مرتفع باش يسمع. قالت لي عرفتي فلان راجل ساكن حدانا ما مزوجش، سولني عليك قال لي كتعجبيه وبغى النمره ديال التليفون ديالك. وراني قلت ليه بان السيده راه مزوجه، وقال لي واخا مزوجه انا عجباني. وانا الصراحه ديك الهضره ما عجبتنيش وانا ندور فيها. وجريت عليها بطبيعه الحال وقلت لها اعطيني باتساع من اليوم، وخرجتها من داري. راجلي خرج من البيت نعاس معصب وقال لي شكون هذا الراجل، واش كتعرفيه، واش عمرو هضر معاك؟ قلت ليه لا، عمر هضر معايا وما كنعرفوش. وفهمته بان هاد السيده غير بغات تجبد المشاكل بيناتنا، حيت كل نهار كتجبد ليا هضره في شكل. ولكن اليوم عاد تاكدت شكوكي فيها بانها كتغير مني، ودازت بطبيعه الحال على هاد الهضره مده طويله. ورجعت علاقتي براجلي احسن من الاول الحمد لله. حتى لواحد النهار كان الصراحه الصباح ديال الجمعه، فقت في الصباح فطرت وليداتي صيفطتهم للمدرسه. راجلي بطبيعه الحال فطر ومشى للخدمه ديالو. توجهت للكوزينه باش نوجد الغدا. نتوما بحال اي منزل مغربي نهار الجمعه كنديرو كسكسو. المهم فاش كنت في الكوزينه كنت كنوجد بطبيعه الحال الغدا، كان شويه كنسمع دقان في الباب. حليت لقيت سيده كبيره في السن طلبت مني نعطيها تشرب. عطيتها بطبيعه الحال، وشويه وهي تبدا تبكي وكتعاود ليا قالت لي بان وليداتها جراو عليها من الدار، وباللي ما لقات لا حنين لا رحيم، وبان كل يوم جمعه كانت كدير سكسو لوليداتي. واليوم دارت بيا الوقت حتى وليت غير كنشمو في الزنقه. انا بطبيعه الحال بقات فيا السيده بزاف، وقلت لها دخلي مرحبا بك، الغدا اصلا دايره سكسو وراجلي غير كنتسنى باش يجي نتغدى. وليداتي بطبيعه الحال كانوا غيخرجوا في 4. دخلت السيده جلستها سكيت سكسو حيت قربات الوقت ديال راجلي يدخل. المهم حطيت القصريه فوق الطبله، حيت السيده حتى هي صراحه بانت ليا فيها الجوع بزاف وزرباتني. شويه بدات السيده كتاكل بيديها وكطلب فيا يلا باش ناكلو عافاك، راه ما تشهيت سكتو وكتزرب فيا شويه بشويه. المهم السيده ملي شتها كتاكل مشيت انا جلست حداها وبديت كناكل. المهم واحد شويه هي تهز المعلقه وكلات من جهه اخرى، قالت لي بان ديك الجهه راه مسكيه، يعني خلات البلاصه ديالها ومشات لبلاصه اخرى وكلات منها. غير سمعت الباب كيتحل وهي تحط ديك المعلقه ورجعت كتاكل في بلاصتها الاولى بيديها.
المهم مشيت تلكيت لراجلي حدا الباب، قلت ليه على السيده، عاودت ليه كلشي وقلت ليه يلا تغدى معنا، راه السيده كبيره في السن. راجلي جا جلس وبدات السيده كتعاود ليه بان وليداتها جراو عليها الى اخره. قال لها راجلي لا حول ولا قوه الا بالله، مرحبا بك لاله بصحتك، غير بغيت نسولكم واش كان معاكم شي حد اخر. وهنا كاينه المفاجاه، ان السيده تدخلات بواحد التدخل اللي صادم صراحه الله. قالت ليه انت ولدي دخلتيني من الزنقه، هذه دارك وكليت الرزق ديالك، يعني ما غنكذبش عليك. في الطبله كلا معنا واحد السيد وبدات كتوصف ليه ها كيفاش داير، ها كيفاش داير، ها شنو لابس، ها كيفاش الطول ديالو. المهم كتعاود على اساس راه السيد راه يعني انسان كاين، وها كيفاش ها كيفاش. وداك الراجل اللي كتعاود ليه السيده عليه انا والله ما فهمت والو، بقيت غير كنشوف. المهم كنقول ليها كنبغي نهضر وكنبغي ندافع على راسي، ولكن راجلي كيقول لي اسكتي خلي السيده تهضر. ما خلاونيش، ما عطاونيش واحد المجال انني ندافع على راسي. المهم المور ما هضرات السيده خرجت من الدار مشات في حالها. راجل قلت ليه علاش، حيت الصراحه جاني سؤال غريب ما فهمتش. هو يقول لي لا غير سولتك حيت كيبان لي المعلقه محطوطه هنايا وشي حد كلا من هاد البلاصه، يعني شي حد بحال كلا من هاد البلاصه. جيت انا قلت ليه جاوبته بطبيعه الحال يعني بالحقيقه قلت ليه بان هذيك البلاصه راه السيده هي اللي كلات منها، وبانه راه ما كان معاه حتى حد. وراه حيت بحكم انها قالت لي راه ديك البلاصه مسكيه مزيان احسن من بلاصتها. وهنايا راجلي ربط الاحداث ببعضياتها، يعني تفكر ديك الهضره اللي كانت قالت لي الجاره على داك الراجل اللي كنت كنعجبو وبغى النمره ديالي وعرف بان هذاك الراجل يعني منطبقه عليه دوك المواصفات اللي كتقول السيده الكبيره. هو يقول لي ما يمكنش، واه هذيك ظلماتك. قلنا واخا، حيت كتغير منك والاخرى، وهذه اللي ما كتعرفيها ما كتعرفك. ونفس الهضره اللي قالت، يعني هاد السيده جات باش تبينك ليا على حقيقتك. وربي سبحانه وتعالى ما بغانيش نعيش يعني في دار غفلون، داكشي علاش بينك ليا على حقيقتك. ودابا بنت الناس غتجمعي حوايجك وغتخرجي عليا، حسن ما نرتكب فيك شي جريمه خرجي عليا وعطيني باتساع. وليداتك عمرك تحلمي انك تشوفيهم، من اليوم خرجي حسن قبل ما يجيو. بديت كنبكي وكنطلب فيه وكنقول ليه بان هاد السيده راه ظلمتني وانا راه ما درت فيها غير الخير، وكنقسم لك بانني ما كنعرفش داك السيد. المهم كنطلب ونزاوق ما خليت ما قلت، ولكن هو كان ديك الساعه صافي عماه الغضب ومبقاش كيشوف بعينيه. صافي كيقول لي ما واخا ما عرفتش شنو باش تحلفي ليا ما غنتيقكش، انا تيقتك المره الاولى وعاودت نفس المشكل تعاود. دابا ما عليك انك غير تجمعي حويجاتك وتخرجي عليا. وهو يجري عليا، ما يعني ما خلاش ليا حتى شي مجال، وسد عليا الباب وخلاني جالسه حدا الباب كنبكي فيه. تشت راسي بانني المهم الجيران كيطلوا سميتو، جمعت راسي ومشيت لدارنا. المهم دازت مده تقريبا ما بين 4 سنين حتى ل5 سنين وانايا في دار والديا، ووليداتي كنسيق لهم الاخبار يعني غير من بعيد لبعيد. كنمشي كنشوفهم يعني في الباب المدرسه، كنعرف بانهم مزيانين وما خصهمش حتى شي خير. المهم واحد النهار كنتفاجئ براجلي جا كيدق علينا في الدار، يعني في دارنا. حليت الباب كنلقاه، تفاجأت الصراحه انا تسحاب لي وليداتي وقعت لهم شي حاجه. قلت ليه ياك لاباس، واش الدراري بيهم شي حاجه، واش وقعت شي حاجه؟ قال لي لا غير صبري، انا خليني ندخل بعدا ونجلس وغنعاود لك شنو كاين. دخلته، جلسنا بحال هكا، جلس يعني الاب ديالي والام ديالي جلسنا، كان يعني كيهضر شويه كيطلب مني السماحه. قال لي بانه نادم بزاف وبغيتك تسمحي ليا حيت بانت الحقيقه. وقلت له كيفاش، شكون اللي خلاك بعد هاد المده كامله يعني تعرف الحقيقه وتجي عندي؟ قال لي بانه جات عنده البنت ديال ديك السيده اللي كلات عندنا سكسو ديك المره، بانها عاودت ليه الحقيقه، وقالت ليه بان الام ديالها ملي كانت كتموت عاود قالت وصتها يعني وصيه وخلات عليها بانها ضروري تجي عندي وتعاود ليا على انها ظلمات المراه ديالي، وبان داكشي اللي دارت كانت صراحه دارته غير حيت كانت محتاجه للفلوس. وصاحبتي اللي هي الجاره ديالي هي اللي صيفطتها
وقالت ليها شنو ديري باش تفرق بينا، يعني باش تفرق بيناتنا. وبطبيعة الحال هنايا بحكم يعني العزة النفس ديالي وبقى فيا الحال، وديك ديك المده اللي دازت بلا وليداتي بلا حتى شي حاجه خلاتني حيره، ما عرفتش صراحه الله شنو القرار اللي ناخذ. واش نرجع لراجلي وننسى داكشي اللي فات ولا يعني صافي ما نعاودش نرجع؟ باش غتنصحوني اعزائي المستمعين؟ كنتمنى انكم يعني تجاوبوني وتعطيوني النصائح ديالكم. كنتمنى انكم تاخذوا يعني عبره من القصه ديالي وما ديروش ثقه في اي واحد، لان الثقه ما بقاتش. وشكرا على الاستماع ديالكم، ونتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.